هاي يا حلوين، هخليكي النهاردة تعملي جلسة فيلر في البيت ب5 جنيه بس. أيوة، زي ما سمعتي، هتنفخي خدودك، هتضيعي التجاعيد اللي عند عينيكي، وهتنفخي ايديكي اللي اتبهدلت من المواعين ب5 جنيه، ومكون موجود عندك في البيت وبتستخدميه دايما. يلا بينا بسرعة مع بعض. اول حاجة هستخدمها في الوصفة دي الخميرة، سواء الخميرة البيرة او الخميرة الفورية. حاجة كده خيال البشرة. دوري كده على فوائد الخميرة على النت وانت هتعرفي. بتدي نفخة، بتدي تبييض، بتدي تقشير. بصي، سحر للبشرة. الخميرة دي خيال للبشرة. تاني حاجة هستخدمها هي مية الورد. وتعرفي مية الورد الأصلية إنها شفافة، مش لونها بامبي أو أحمر أو الألوان دي. ولازم تكوني حطاها في التلاجة طول الوقت، لأن مية الورد الساقعة بتقفلك المسام وبتديكي نتيجة تحفة في أي ماسك. ممكن تستخدميها تونر بعد أي حاجة في الآخر علشان تقفلك المسام. هنا بقى هبدأ أحط الخميرة حوالي معلقتين، وهحط عليها مية الورد برضو حوالي معلقة. ولما ألاقي العجينة بتاعتي أو المزيج بتاعي بدأ يبقى ماسك نفسه، ممكن أزود معلقة كمان، لكن طول ما هي كويسة ومديني كده قوام كويس خلاص يبقى كفاية معلقة. بعد كده بحاول أدوبهم كويس مع بعض عشان يختلطوا. حوالي معلقة من اللبن، معلقة كبيرة، ومعلقة برضو كبيرة من النشا. طب اللبن والنشا ليه؟ هيدوني تبييض وتفتيح وترطيب للبشرة مش طبيعي. هتلاقي كده بشرتك بتتكلم، بتنور، بتلمع كده من نظافة. ده بقى ماسك هيديكي فيلر طبيعي، كأنك عملتي جلسة للفيلر في البيت. هنا انا غاسله وشي كويس جدا، وهحاول احط اول طبقه من الماسك علشان البشره ينشف عليها وشويه، وهحط طبقه تانية. هحط حوالي 3 طبقات، يعني كل ما ينشف هحط طبقه، كل ما ينشف هحط طبقه. بصوا، بحط تحت عيني عادي، هو امان لكل اجزاء البشره. وممكن تحطيه بايدك ولجسمك، هيشد وينفخ جلدك، وهيشيل اي اجهاد او اي بهدله للبشره عدت بيها. هتحسي ان بشرتك كده بتتنفس من اول وجديد، بتلمع كده من النظافه. هنا انا حطيت اول طبقه، بقول لكم اهو حطيت اول طبقه، وهستنى تنشف شويه حوالي نص دقيقه واحط طبقه تانية. هكرر الموضوع ده حوالي مرتين 3. ايدي نفس الكلام، انا ايدي مجهده من المواعين وتنظيف، ف برضه هسيبه على ايديا او اي مكان، ممكن الاكواع والركب براحتك. وهسيبه كده بعد ما ينشف، وهوريكم ازاي بعمل له سكراب. مش بغسله على طول، لا بعمل له سكراب. الحركه دي بتشيلي كل الجلد الميت، وبتنضف لي البشره تنظيف عميق. تلاقي كده المسام نطفت، البشره هتلاقيها بتلمع، هتشوفوا دلوقتي معايا. بس بالراحه، يعني بلاش السكراب ده يبقى بعنف، علشان الجلد نفسه ما يحصلوش تجاعيد بعد وقت، او انه يوجعك تحسي كده ان بشرتك حصل لها التهاب. فواحده واحده على بشرتنا واحنا بنعمل السكراب. بعد ما هنخلص السكراب ممكن نشطفه بميه فتره، ميه من الحنفيه عادي جدا. هنا خلاص انا خلصت السكراب، هعمل له شطف بميه دافيه. لو تستحملي ان هي تبقى كمان بارده شويه يا ريت، اوكي. ما استحملتيش بس تبقى الميه العاديه اللي نازله من الحنفيه يا ريت يعني. خلصت هنا بنشف وشي بقى بمنديل. طب ليه منديل مش بفوطه؟ الفوطه مع كتر استخدامها على البشره بتعمل تجاعيد وترهلات. الافضل ان انا امسح بطبطبه بمنديل. المنديل بيبقى اطرى وافضل على البشره. بعد ما خلصت طبعا نيجي لمرحلة الترطيب. ما ينفعش بعد ما اغسل وشي وانشفه ما رطبش كده كأني ما عملتش حاجة. انا هنا بستخدم لوريال باريس، الكريم ده تحفة. انت ممكن تستخدمي اي كريم مناسب لبشرتك. شوفي بشرتك بترتاح على كريم ايه ومناسب لبشرتك، سواء مختلطة او دهنية او جافة. شوفي الكريم اللي بترتاح لبشرتك واستخدميه عادي جدا، هتلاقي نتيجة بقى مضاعفة بعد الماسك. لان انت لو مرطبتيش تحت عينك وحوالين الفم وكل وشك كويس جدا، المكان انت مش بتحبسي الترطيب اللي عملتيه، لان الكريم ده هو اللي بيقفلك الترطيب على بشرتك. بيخلي بشرتك طرية وناعمة ومحتفظة بأي ترطيب عملناه بالماسك.
هنا بعد ما خلصتوا اعتقد انتوا شايفين النتيجة جميلة ازاي. استناكم بقى تعملوا الماسك ده وتقولوا لي نتيجته في الكومنتات. باي واشوفكم في فيديو جديد.